عندي سؤال لكل سكان مصر. انتوا عاملين ايه في البرد ده؟ عشان انا كنت بفكر اعمل لكم فيديو النهارده من تحت البطانية، ويعني مش عارف استثمر في هوديز جاية من الاسكيمو اكتر من كده، عشان خلاص السوق ما بقاش فيه، عشان انا اشتريتهم كلهم. فمش عارف دلوقتي هنعمل ايه في البرد اللي احنا فيه ده. طلع قدامي ريسيرش كده عن حاجة انا كنت فاكرها بنسميها برو ساينس. برو ساينس ده يعني ده افتكاسات من البرو او الشباب بتوع الجيم. فيعني حاجة ملهاش أسس علمية، افتكاسة. الشباب بتاعت الجيم كانوا قاعدين مع بعض، فجاء قال لك والله احنا لو عملنا كده هنشوف نتيجة أحسن وبتاع. فالموضوع ابتدى ينتشر عامة في الجيم، فبقى اسمه برو ساينس. طلع بقى ان البرو ساينس ده ليه أساس علمي، وطلع فيه ريسيرش قديم شوية، كان 2016. اتنين الصراحة في 2016، بس أنا كنتش أعرف عنهم، لسه عارف عنهم دلوقتي. بيتكلموا على فكرة اللي هي المايند ماسل كونكشن، او بمعنى اصح لو انت بتتمرن وحاسس انك بتتمرن جامد بس مش شايف نتيجة وبتشيل تقيل، قد يكون دي الحلقة او الحاجة اللي ناقصة في تمرينك، اللي انت مش واعي او مش داريان بيها، او محدش بيتكلم عليها قوي يعني. فايه المايند ماسل كونكشن؟ والله بص، باختصار شديد وبطريقة سهلة عشان تفهم الموضوع، كل الشباب اللي بتنزل الجيم او حتى ذا روك في افلامه هتلاقي في حركة كده بيعملوها، اللي هي بيقعد يعمل كده دي. هو ده المايند ماسل كونكشن. مش انك بترقص بنشاتك، لا، المايند ماسل كونكشن ان انت عندك القدرة ان انت تتحكم في العضلة زي ما انت عايز. فانت بتعرف تكونتراكت العضلة، يعني بتعرف تضغطها او تقصرها او تشورتن العضلة، وفي نفس الوقت بتعرف تريليس او تلنثن او ترخيها. فانت بتعرف يعني تعمل زي انقباض للعضلة، فالعضلة تقوم عاملة كده وتسيبها. فلما تعمل كده بسرعة بيبان ان انت ايه، بترقص البنش. الفكرة مش في البنش، الفكرة انك تعرف تعمل الحركة دي في كل عضلات جسمك. فانت هتلاقي بالصدفة ان كل العضلات اللي عندك كويسة او انت بتعرف تمرنها كويس، دي عضلات انت عندك مايند ماسل كونكشن معاها كويس. والعكس، العضلات اللي عندك اللي هتلاقيها ضعيفة، هتلاقي ان انت عندك مايند ماسل كونكشن معاها وحش. زي مثلا تلاقي ناس كتير عندها مشاكل مع الكتف الخلفي، عشان هو عضلة صغيرة ورخمة وصعب توصل للمايند ماسل كونكشن بتاعها. فبالتالي لما تيجي تمرنها تلاقيك بتعمل الحركة، بس انت مشغل كل حاجة تانية، عشان انت مش حاسس بالكتف يعني مش قادر تركز في ان انت تاكتيفيت او تشغل الكتف الخلفي بس. فده فكرة عامة مايند ماسل كونكشن باختصار شديد جدا يعني. فلقيت اتنين ريسيرش اتعملوا في 2016، والاتنين كانوا بيقيسوا بنفس الجهاز اللي هو اسمه الاي ام جي. ده جهاز لو لقيت صورته هحطها هنا، كان بيقيس ما مدى انقباض او يعني الاكتيفيشن بتاع العضله خلال التمرينه. في اول ريسيرش لما جابوا الناس قالوا لهم اعمل الحركه عادي، فالناس عملت الحركه، وبعدين قالوا اعمل الحركه بتركيز، يعني اعمل حركه وانت في مخك مثلا لو هتعمل شيست كانك بتعمل اللي هي الحركه دي، كانك بتعمل كده بس وانت بتتمرن، كانك تعصر العضله وانت بتتمرن. طلع جهاز الاي ام جي ده في الاخر قاس ان هم لما كانوا عاملين مايند ماسل كونكشن كان بيحاول يعصر العضله وهو بيتمرن اكتر، ان الاكتيفيشن او الشغل او انقباض العضله كان اعلى بكتير. ففي الاخر كتبوا كونكلوجن يعني في الريسيرش ان ده قد يؤدي الى ان احنا نشوف نتيجه احسن في التمرين والبناء العضلي. الريسيرش التاني برضه في 2016 جابوا ناس وكانوا بيلعبوا بنش بريس بار فلات عادي ما فيهوش مشاكل. جم في مره قالوا لهم ركز ان انت يعني تضغط او تمايند ماسل كونكشن مع الشست، وفي المره التانيه قالوا لهم اعملوا نفس الكلام بس مع التراي. برضو الاي ام جي ده في الاخر الجهاز لقى نفس النتيجه، ان هم لما ركزوا اكتر على الشست لقوا الانقباض او الاكتيفيشن في الشست كان اعلى بكتير، ولما جم عملوا كده في التراي لقوا ان الانقباض او الاكتيفيشن في التراي بقى اعلى كتير. فطلع الكونكلوجن في الاخر يعني قال لك ان حركات الكومباوند بتارجت كذا عضله، وعلى حسب انت المايند ماسل كونكشن بتاعك فين انت ممكن تمشي التمرين الكومباوند في اتجاه معين اكتر. فانت لو حابب مثلا تركز على التراي اكتر وتضيق ايدك، انت ممكن تاكتيفيت التراي اكتر بكتير قوي من لو بس عملت الحركه وخلاص. يعني ده كان الكونكلوجن اللي توصلوه. واخر ريسيرش بقى طلع يأيد الكلام ده، كان ريسيرش عملوه في 2009. ده لقى نفس الكلام في الاخر، بس لاحظوا حاجه مختلفه وكتبوها في الكونكلوجن. قال لك ان احنا لما بنركز على المايند ماسل كونكشن، الفورس اللي بيطلع من الشخص اللي بيتمرن اقل بكتير. يعني ان انت لما بتركز اكتر بتشيل الوزن بطريقة ابطأ، فبالتالي قوتك او قدرتك على رفع الاوزان التقيلة بتقل. ففي الاخر ده قد يكون كويس جدا للناس اللي عايزة تبني عضلات، بس بالنسبة للناس اللي هدفها انها تشيل اتقل اوزان، يعني ناس تلعب باور ليفتنج مثلا او كده،
ده مش هيبقى بالنسبه لهم احسن حاجه كويسه. طيب ففي الاخر احنا ممكن نعمل ايه بكل الكلام ده؟ والله بص، يعني التطبيق العملي لكل الكلام ده هو ان انت واحد، كده كده احنا عارفين ان احنا نلعب بتكنيك وفورم صح، فجدلا لو انت بتلعب بوزن صح ما بتتقلش. اتنين، بتلعب بالفورم او التكنيك بتاعك مظبوط. تلاتة، دي بقى اللي هتبقى الحاجة اللي هتختلف بقى شوية، السرعة. لو انت عدتك سريعة شوية حاول تبطئها، ان انت غصب عنك لما تيجي تبطئ العدة شوية بترمي حمل اكتر على العضلة. فالعضلة التارجت او العضلة اللي انت المفروض تشغلها في التمرينة دي، فمثلا لو هلعب تعال نقول تشيست، لو انت عمال بتعمل كده وبتزق البار وبيمرجح وكل حاجة، يعني up to a certain degree لمرحلة معينة هيبقى بيتمرن. بس غير لما تبقى انت غصب عنك بتلعب بالراحة، ده انت كل ده ما عملتش حاجة، انت بس بطأت ايدك شوية، غصب عنك الشست هيبتدي انجيج ويدخل اكتر في ان هو يتحكم في التيمبو او في سرعة العدة. فاول حاجة ممكن، خلاص بقى مش هنتكلم على الوزن ومش هنتكلم على التكنيك، هنتكلم على السرعة، بطأ شوية. تالت حاجة ان انت تحاول وانت بتلعب مجموعتك تركز ان كل عدة انا جاي من الشست، انا مش هدخل كتفي، انا مش هدخل تراي، انا مش هعمل حاجة، انا مش همرجح، انا مش هميل، انا عدل، كله جاي من الشست. تبتدي تقول لنفسك كده في العدات. بس الكلام ده كله بشرط ان انت عندك مايند ماسل كونكشن مع العضله، عشان في ناس ما عندهاش. طيب ازاي عامه في الحياه تزود المايند ماسل كونكشن بتاع العضله؟ حاجه اولد سكول بحت، انا بطلت اشوفها الصراحه في الجيم مؤخرا، والناس ممكن تكون ما بتعملش الحاجات دي. بس انك تقف تعمل البوزز بتاعت البادي بيلدينج قدام المرايه بعد التمرين، علشان يعني سواء انت عايز تقتنع بالموضوع ده ولا لا، البوزز دي مش سهله. وهتلاقي ان كل الناس البروفيشنال او الناس الاولد سكول بالذات زي مثلا ارنولد وكده، هتلاقيه وهو بيتمرن العضله التشست واقف في المرايه عمال بيشد العضله وبتاع ومش عارف ايه. طبعا جزء منها ممكن يكون نمره، جزء منها بيتصور، جزء منها فرحان، جزء منها بيشوف شكل العضله، كل الكلام ده حقيقي. بس في نفس الوقت خلي بالك ان انت عشان تعرف تبوز وتعرض العضله صح، انت لازم يبقى عندك كنترول على العضله. فانت لازم تعرف ان انت تشد العضله، ترخي العضله الناحيه اليمين والشمال لا، استرتشها للاخر، اجيبها قدام، اجيبها ورا. فانت كل ما بتعرف تبوز اكتر، كل ما بتعرف تاخد الوضعيات بتاعت الكمال الاجسام احسن، كل ما هتلاقي بالتالي يعني بالنتيجة او بالتتابع او كده، يعني ان انت بقى عندك مايند ماسل كونكشن اعلى بكتير. وانا كل الحاجات اللي انا اتعلمتها كمايند ماسل كونكشن هي جت ان انا كنت بقف ابوز كتير بعد التمرين، خصوصا الظهر. يعني في ناس كتير بتمرن معاها ظهرهم حلو، بس هو بيبقى بينه وبين نفسه عارف ان هو مثلا ما بيعرفش انجيج او يشد الماجنس او اللي هي اللاتس من ورا زي ما هو عايز. ما تيجي تقول له بقى طب اقف بقى اعمل اللي هي الفرونت لات سبريد، ما بيعرفش يعملها. هي بالنسبه له فبالتالي بتأثر على تمرينه مثلا يعني. فبس ده فيديو النهارده، حاولت اعمل فيديو قصير شويه، الجو برد، حاولت اخليه مركز to the point. عندك اي اسئلة او اي حاجة، لايك شير وسبسكرايب، سيبها لي تحت في الكومنتات. اعمل فولو على الانستجرام، هتلاقوني بنزل حاجات هناك كتير يعني في وسط الاسبوع. واشوفكوا الفيديو جاي.